بتبتدي قصتنا في عالم ما، والعالم ديت بيكون فيه بطل منقذ ليه، ولكن في نفس الوقت بيكون فيه كمان ملك للشياطين. والبطل ده يا عزيزي بيبقى هو الشخص اللي بيحارب ملك الشياطين من أجل حماية الإمبراطورية. وطبعا ملك الشياطين هو الحاكم لعالم الشياطين، والبطل بيكون بياخد قوته من العالم اللي هو فيه، وبيكون الهدف من القوة اللي معاه هي القضاء على ملك الشياطين تماما وحماية العالم من بطشه. ولكن في نفس الوقت بيكون وجود ملك الشياطين في العالم لهدف واحد وبس، وهو قتل البطل. وبيكون في ناس بتطيع الشياطين، ودول اسمهم قائدي الفلق، وبيكون عددهم 12 ومرقمين بالترتيب من 1 ل 12 حسب قوتهم، وهم أقوى أتباع ملك الشياطين. ويقال إن مفيش حد في العالم ممكن إن هو يبقى قادر على هزيمتهم، ولكن حتى دولت اللي هم المفروض أقوى أتباع لملك الشياطين، واللي يعني هم أعلى مستوى، فهم هيكون عندهم صعوبة في التعامل مع البطل. ولكن في الحقيقة بقى في شخص ما قبل كده قدر إن هو يهزم واحد من الأبطال اللي كانوا موجودين على مدار التاريخ، والشخص ديت بيبقى قائد الفلق رقم 0، وهو شخص هويته السرية، ولكن ملك الشياطين عارف هو مين. بس في الحقيقة بقى الشيطان بالنسبة لملك الشياطين هو أكتر شيطان هو بيعتمد عليه، وبيقدر الموهبة بتاعته بطريقة لا توصف. ولكن بيجي في يوم من الأيام وبيقرر أوريس يسيب الشغل ده، وحرفيا بيقدم طلب استقالة لملك الشياطين. ولكن طبعا ملك الشياطين بيتعصب بشدة ساعتها وبيقول له ازاي بتجرؤ على اللي انت عملته ديت؟ هو انت فعلا عايز تسيبني؟ فساعتها أوريس يقول له لا يا عم انا مش هسيبك. فالملك بيقول له طيب في ايه؟ حد عاملك بطريقة وحشة؟ طيب في حاجة مش عاجباك هنا في القصر؟ هنغيرها لك على طول، صدقني، قول اللي انت عايزه، طلباتك كلها أوامر. هل من الممكن ان هم ضايقوك علشان انت ليك اصل بشري؟ وساعتها بقى بنكتشف الحقيقة، وان هو أوريس بتقال له يا شيطان، ولكن هو مش شيطان كامل، هو بشري وعنده قوة جبارة. بالرغم من كونه بشري بيقدر ان هو يخلص مهمات مفيش حد غيره بيعملها، وهو شخص كل الناس بتحترمه وبتقدره، واقوى بطاقة في يد ملك الشياطين. وبيبقى مستغرب ملك الشياطين هل فعلا في شخص ممكن يكون ضايق أوريس؟ لا. فساعتها أوريس بيرد على الملك وبيقول له لا محدش ضايقني. فالملك بيقول له طيب انا عايز اعرف السبب. فبيرد عليه أوريس وبيقول له مش لازم. فبيتعصب الملك وبيكون كده هيتكلم، ولكن بيرد عليه أوريس وبيقول له ايه، ناوي تقتلني ولا ايه؟ ولكن وسط ما هما بيتكلموا كده بيحاول أوريس ان هو يهرب من الإجابة، وبيبتدي ينزف من بقه. وساعتها الملك بيقول له مش معقول انت رجعت تنزف تاني، وبيطلب انه يجيب له دكتور بسرعة شديدة علشان يشوف أوريس ماله. وساعتها بيجي الدكتور، واللي المفروض ان ده يجاني الدكتور الفيلق 0 اللي أوريس مسؤول عنه، هو بيبقى اسمه الدكتور بن. وبعد ما بيكشف عليه فبيقول إن غالبا الأعراض اللي عنده ديت بسبب الإصابة اللي تعرض ليها أثناء حربه مع البطل. فبيتعصب ملك الشياطين وبتبقى حالته مرعبة جدا، وبيتكلم مع الدكتور وبيقول له أنا مش جايبك هنا علشان تقول لي معلومات أنا عارفها، أنا جايبك هنا علشان تجيب لي حل نحسن بيه صحتك، وفي حالة إنك ما جبتش لي حل فأنت عارف أنا ممكن أعمل فيك إيه كويس قوي. وبيقول لملك الشياطين لأوريس خلينا نكمل كلامنا بعدين، دلوقتي ارتاح. وبن بياخد أوريس كده علشان يشوف هيعمل فيه ايه، وبيشيله كده على سرير متنقل وبيتحرك بيه هو ومجموعة من الناس، واللي بيقعدوا يتمتسوا لبعض عن اللي حصل لأوريس، وبيقولوا مش معقولة هو تعب تاني ونزف ولا ايه؟ بس ده الطبيعي بعد اللي عمله ضد البطل. وبنكتشف ان البطل ساعتها في الحرب الأخيرة ديت عنده حاجة زي خاصية التدمير الذاتي، وقرر ان هو يفجر نفسه ويفجر كل اللي حواليه. فساعتها أوريس رمى نفسه علشان يحمي الكل، ولكن في الآخر اتعرض لإصابات نسبيا خفيفة بالنسبة يعني لشدة الانفجار. والناس بتكمل كلام عليه وبيقولوا إن ده يعتبر تاني أقوى شخص ما بينا بعد ملك الشياطين، وده حتى وهو مصاب. والناس بيقولوا بالرغم من إنه بشري بس إحنا بنحترمه جدا. والتالت بيقول إحنا محظوظين إننا معانا شخص زي ده. المهم بقى بيتاخد أوريس لمكان علشان يتم الاعتناء بيه، وبيبقى تحت إشراف فريق طبي. وبيقول أوريس لنفسه ما كانش ديت حلمي، أنا كان حلمي هو إن أنا أبقى عايش حياة هادية ومش بعمل فيها المشاكل ديت كلها. وبيقول أنا مش أوريس، أنا ديون هارت في قصر ملك الشياطين. وبيكمل وبيقول أنا مش موهوب ولا بالقوة اللي هم بيقولوا عليها ديت، أنا أضعف إنسان على وجه الأرض. وبيحاول أوريس إن هو يفلت منهم، ولكنهم دايما بيكونوا محاوطينه وعايزين إن هو يتحسن بدل ما ملك الشياطين يقطع رقبتهم كلهم. ما بيكمل أوريس وبيقول أنا واحد من أضعف البشرة، عندي جسم ضعيف لدرجة إن هو بيتعب من مجرد القلق، وأنا البشر الوحيد هنا في القصر ده. وبيكمل وبيقول أنا طول الوقت ديت عايش هنا بنصب في نصب أصلا، ومحدش مكتشف حقيقتي، حتى تعب دايت
قلت إن هو كان بسبب الحرب مع البطل، ولكن في الحقيقة أنا مولود بجسم ضعيف جدا، مش من الحرب ولا نيلة، ومش عارف لو عرفوا إن أنا كداب ممكن يعملوا فيا إيه. وأول ما بيفكر في اللي ممكن يحصل فيه بيموت من الخوف حرفيا، وبيبقى عايز يخرج من المكان ده بأي شكل ممكن، لأنه لو فضل كده هيتم القضاء عليه. وفي الوقت ديت بيدخل عليه وادي ديت المفروض يعني ان هو المساعد بتاعه، وبنكتشف ان هو كان في عالم البشر ورجع وهو معاه مكعب جديد اسمه مكعب المرايه. وبيقول اروس ان واحد من الشياطين القليلين اللي ممكن ان انا اثق فيهم، وببعته في مهمات لعالم البشر ان هو يجيب لي حاجات ترفه عني في الاوقات اللي انا ببقى حاسس فيها في الملل زي كده. وبيبقى عمال بيتكلم مع اروسر وبيقول له مهما حصل احنا نخليك اقوى وتتحسن، حتى لو ديت كان معناها الهلاكي، فانا مش مهتم، انا ههلك علشان اخليك ترجع اقوى من الاول. وبنشوف ملك الشياطين وهو عمال بيفكر كده في اللي بيحصل، وبيقول انا ما كنتش متوقع ان في يوم من الايام يطلب الاستقالة، ولكن اللي حصل ديت غريب تماما، لان انا من اول يوم انا شفته فيه. وبنبدا بقى نشوف فلاش باك كده لاروسر وهو ماسك جثة البطل، وبيكون الشياطين افتكروا ان هو وقف التدمير الذاتي بتاعه عن طريق ان هو ضحى بنفسه وقتل البطل بتاع البشر، وبيكون محدش مصدق اللي عمله اروسر ديت في ارض المعركة. وساعتها سالوه عن اسمه، فبيقول لهم انا اسمه ديون هارت، وبيعرض عليه ملك الشياطين ساعتها الانضماء لجيشه، فبيوافق على طول اروسر. وبنرجع بقى للوقت الحاضر، والملك بيجيله كده فكرة وبيطلب من واحد من مساعدينه ان هو يجمع القاعدة بتوع الفيلك ال12، وبيقول اكيد الفكرة ديت هتعجب اروسر جدا. وبعد ما بيخلص اروسر كلام مع المساعد بتاعه بيكون عايز ان هو يرتاح شوية، ولكن في الوقت ده ملك الشياطين بيستدعيه من تاني، وبيبقى أليس متعصب كده وبيقول أنا كنت عايز إن أنا أرتاح، هو في إيه؟ وهو حتى ذات نفسه قال لي ارتاح، ودلوقتي بيطلب مني إن أنا أجي؟ هو الراجل ده عبيط ولا مجنون ولا إيه وضعه؟ وآرس كده في طريقه بيفكر في إنه دلوقتي داخل اجتماع مع القاعدة ال12 التانيين، وبيقول لنفسه يعني أنا بخاف من الشياطين العادية، دلوقتي أنا هبقى مجتمع في أوضة واحدة مع أقوى 12 شيطان وكمان مع الملك بتاعهم. الموضوع وكأني حرفيا بمشي الموتي برجليا. وساعتها يا عزيزي بقى بيدخل عليهم، وبيكون في 2 منهم مش مصدقين ان قاتل البطل بنفسه قاعد معاهم. وساعتها بيفتكروا الحدث ده، وبيقول واحد منهم كده لحد تاني انا كنت موجود في اللحظة اللي هو قتل فيها البطل. وبيكمل وبيقول ان هو قتل البطل وقال بعدين انا اسمي آرس، ولكن آرس بيقول لنفسه هو ده عبريت ولا ايه؟ انا قلت انا اسمي ديون هارت. المهم ساعتها بيشوف آرس وهو داخل عليهم، وبيكونوا الاتنين دولت واقفين لوحدهم كده، فبيقولوا يلا نمشي من هنا بسرعة قبل ما يشوفنا ويقتلنا لأننا مش عاجبينه. وهو بيسمع الكلام ده بقى بيبقى بيضحك على نفسه كده، لأن هم مش عارفين الحقيقة اللي هو فيها. وبيكمل آرس في طريقه وبيقول أنا لازم إن أنا أضمن إن أنا أبان قدام الكل البطل المغوار اللي مفيش منه 2، ولازم إن أنا مبقاش خايف، لأن أنا لو بقيت خايف قدامهم فساعتها دي هتبقى نهايتي. أنا لازم لحد ما نخرج من العالم ده محدش يحس إن أنا مختلف عن صورة البطل المرسومة جوه دماغهم. وبيروح داخل آرس كده على المكان اللي فيه الاجتماعات، وبيقولوا أخيرا أهم واحد فينا جه. تبقى الهالة الأوضة مرعبة حرفيا، وبيبقى آرس مرعوب قوي من الهالة اللي في الأوضة دي. ونشوف قائد الفيلك الأول جايكار وهو بيقول لآرس أنت المفروض إنك تقعد جنب الملك، أنت أقوانا وأحسننا. وساعتها قائد الفيلك الثالث بيقول لنفسه أول ما بيشوف آرس يعني هو معقولة إن ده أقوى واحد فينا وتاني رجل في الإمبراطورية بعد الملك؟ ده شكله ضعيف جدا، ومهما شفته دايما بيبان ضعيف بالنسبة ليا. يعني أنا عايز إن أنا أتأكد إن هو قوي فعلا ولا لأ، أنا محتاج إني أحاربه في مرة علشان أضمن قوته. وبيبقى اسم قائد الفيلك الثالث ديت أسليد. وبنشوف كمان قائدة الفيلك الرابع إيدليا، وقائد الفيلك السادس فيلتيان، وكمان القائدة رايال نيل، وديت قائدة الفيلك ال11. المهم بقى بيبقى أروس على أعصابه مش عارف هم اتجمعوا ليه، وفاكر إن هم اتجمعوا عشان يقتلوه ولا حاجة. ولكن في الوقت ديت الملك بيقول للقائد السادس أنا عايزك تتكلم عن الوثيقة اللي أنت قدمتها ليا والمعلومات اللي فيها. وفعلا بيبتدي القائد السادس يتكلم وبيقول بالرغم من إننا إحنا قوات الفيلق ال12 بنحمي القرية في الفترة الأخيرة، ولكن ابتدى يكون في أعداء كتيرة جدا في المنطقة، لدرجة إن قوات الفيلق ال12 مش قادرة إنها توقفهم لوحديهم. وبعد ما الوحوش الشيطانية دمرت كتير من القرية دي، في ناس كتيرة جدا من سكان القرية ماتوا، فإحنا نقلنا بقية السكان لمدينة كبيرة محصنة وليها جدران كبيرة. وبيطلب القائد قوات الأخطر عشان يعملوا كمين ويصطادوا الوحوش الشيطانية دي. وساعتها بقى بيستغربوا من سبب عدم وجود القائد بتاع فيلق ال12 في المكان، وواحد منهم بيقول إن هو مات على إيد الوحوش ولا إيه، فبيرد عليه التاني وبيقول له أنت مجنون ولا أنت بتقول إيه؟ دي وحوش عبيطة جدا. فبيرد عليه وبيقول له أيوة، ولكن لما بتتحد بتبقى وحوش كتيرة ولا تقهر حتى بالنسبة لأقمى الناس منا. وبيبتدي بقى أروس إن هو يشرح الموضوع وبيقول الوحوش الشيطانية دي من بين الشياطين اللي عاملها ملك الشياطين، وهي مخلوقات ما عندهاش مشاعر ولا عقل، وبتمشي ورا الغريزة بتاعتها وبس.
وهم مخلوقات فاشلة ملهمش لازمة وضعافة في معظم الأوقات. وبيبقى قاعد كده عروس مش فاهم إيه سبب وجوده هنا أصلا، وبيقول لنفسه أيوة وإيه علاقة أي حاجة من اللي بتتقال دي بيا أنا؟ وبعد كده بيكملوا كلام على الوحوش، وواحد منهم بيقول إحنا مش عارفين نعمل إيه ضد الوحوش دي، ولكن لازم نعمل خطة علشان نوقفهم، وخصوصا بعد ما في الفترة الأخيرة بقوا شرسين جدا وبقى عددهم كبير بشكل غريب وبيتأثروا بطريقة إحنا مش عارفينها. وبيقول ملك الشياطين سبب زيادتهم آخر فترة هو موت البطل، وهو كان واحد من الأسباب اللي كانت بتقلل عددهم الأول، وده لأنه كان بيقتل عدد كبير منهم، ولكن بعد موت البطل فبقت الوحوش ديت مش لاقيه اللي يوقفها، فبقوا قاعدين براحتهم كده بيعملوا اللي هم عايزينه، وده في أي منطقة ومحدش بيوقفهم. فساعتها بقى وسط كل ديت وسط أروس قاعد كده وعايز الأرض تتشق وتبلعه، بيقول ملك الشياطين بس أنا مش شايف إن ديت مشكلة، إحنا معانا قاتل البطل، يعني الوحوش ديت كلها بالنسبة لي لعبة في إيديه، إحنا هنبعته كنوع من أنواع التعزيز. فطبعا أروس بيكون متفاجئ وبيبقى أروس مصدوم، ولكن الملك بيقول يلا استعد وارتاح شوية قبل ما بداية مهمتك يا بطل تبدأ. وبيقول قائد الفيلق السادس لنفسه هو ليه ملك الشياطين مهتم قوي بقائد الفيلق 0 كده؟ هو ليه شايفه أحسن من قائد الفيلق ال12؟ وبعدين ايه هو مقدار قوته؟ احنا الى الان محدش فينا قدر ان هو يعرف مقدار. وبيحاول ان هو يفلفظ كده من ملك الشياطين وبيقعد يخترع اعذار وبتاع، ولكن من الواضح كده ان مفيش اي فايده. وفي الاخر لما بيحس ان هو لبس وخلاص الموضوع رشق فيه ومش خارج منه، فراح قال لي خلي شكله بقى حلو قدام الناس دول، بدل ما يروح مرغم يروح وهو موافق، فديت ممكن يحسن من حالته شويه وصورته قدامهم كمان. فقال انا موافق على انه اروح له هناك، وبيركب أروس العربيه اللي هتوديه على المكان، وبيكون مجمع كل حاجته علشان ناوي على انه يهرب وكده، يعني لانه حس انه لو كمل هنا كتير فممكن ان هو يتقفش ويموت بسهوله. وساعتها بيبتدي يتكلم مع أروس عن الماضي وبيقول ان انا سبب وجودي هنا هو الامبراطور المجنون بتاعنا اللي بعتني الملك الشياطين، وده غير الاخ اللي كان بيكرهني بشده، فانا ناوي ان انا ارجع الامبراطوريه وارجع لهم من تاني. صحيح هم مش احسن ناس، ولكن احسن من الموت على ايد الشياطين، مش كده ولا ايه؟ وبيكون أروس جاي على اساس ان هو مش هيتدخل في المعركه، هو مجرد قائد وفي ناس تحتيه هم اللي هيخلصوا كل المهمه وما الى ذلك. وبيكون أروس مش مطمن الموضوع ومش عارف هل هينجحوا اصلا ولا لا. ووسط ما أروس في العربيه لوحده بيطلع كده ازازه كده بتاعت شرب وبيقول هي خربانه بقى، وبيقعد يشرب شويه. والمهم ان هم بيكملوا في طريقهم، وأروس بيبقى هادي خالص لانه دلوقتي سكران حرفيا، بس بيعدي الوقت وبيرجع تاني لوعيه، وبيبقى كل هم أروس وبقيه الناس اللي معاه ان هم يوصلوا أروس بالسلامه في نفس الوقت باقل ضرر ممكن. واخيرا بعد مرور الوقت بيوصلوا للمكان بتاع القريه المدمره، وحرفيا بتبقى محروقه وحالتها حاله. وبيقول ايد لبقيه الناس اللي معاهم انا متاكد ان الوحوش اللي كانوا السبب في اللي حصل ديت ما راحوش بعيد عن هنا، انتم لازم انكم تبحثوا عنهم. ومش بيلحقوا ان هم يبحثوا اصلا، وفعلا بيلاقوا الوحوش اللي بيكون عددهم كبير جدا، وحرفيا بيكونوا قدام مدخل القريه. وبتبتدي الحرب بقى بين فيلق رقم 0 وبين الوحوش الشيطانيه اللي موجودين في المكان. وصحيح الفيلق رقم 0 كلهم كانوا موجودين وعددهم كبير وفي نفس الوقت هم اقوياء، ولكن بسبب عدد الوحوش الشيطانيه الكبيره فهم بيكونوا بيعانوا ومش عارفين يعملوا ايه ضد الوحوش ديت كلها. ولكن وسط ما أروس بيكون بيفكر يعمل ايه، بيلاقي كده وحش شيطاني كبير بيهاجم عليه، وبتفاجئ كده ايد من الهجوم لانه ما كنتش بيفكر كده حرفيا، ولكن بتتلبط عليه بعض الفعل السرقه حرفيا، كانش عامل حسابه اصلا عليه. ومهم بقى عزيزي ان واصله كل ده بنشوف ملك الشياطين اللي كان بيتناقش مع زعيم الفيلق الاول عن اللي بيحصل، وزعيم الفيلق بيقول له انت متاكد ان هم هيقدروا يخلصوا على الوحوش؟ فساعتها بيغض الملك وبيقول عيب عليك، دول شويه وحوش شيطانيه ملهاش اي لازمه، وفي نفس الوقت يا عم حتى لو حصل حاجه فهو معاهم وهو هيخلص على كل شيء. وبنرجع بقى من تاني لايده، واللي بيكون هيموت على ايد الوحش الكبير اللي هيهاجمه، ولكن في اخر ثانيه بيجي حد وبيقتل الوحش ده. يا ترى مين الشخص ده؟ ولكن في الحقيقه الشخص ده هو أرزوس. ايوه عزيزي، أرزوس اللي ما كانش قادر ان هو يتحرك من شويه وخايف ومرعوب وجسمه مخلع خالص، ولكن بعد ما أرزوس خلص على الوحش وجه الخنجر بتاعه لوش ايده بيقول له انت بقى خصم ليا انت كمان ولا لا؟ فبيكون قاعد مستغرب كده من الموضوع وبيقول هيعقل ان أرزوس سكران دلوقتي كعادته ولا ايه اللي بيحصل؟ وبنكتشف في الوقت ديت الوحش اللي أرزوس خلص عليه لسه عايش، وبيروح ضارب أرزوس كده ضربه قويه بتغزعه في الحيطه لدرجه انه حرفيا بينزف من بقه ومناخيره وكل حته. ولكن حرفيا أرزوس بيتجنن وبيمسك سيفه كده وبيفضل يقتل في الوحوش دي، وحرفيا بيبقى مجنون، ومحدش من اتباعه مصدقين اللي بيحصل، وبيقولوا ازاي هلاقي دي قوه قائد الفيلق 0؟ وحرفيا يا عزيزي بدون اي مبالغه أرزوس بيبقى اتجنن خلاص، وحرفيا ينفع عليه هنا جمله الواد ده شكله تعبان والكهرباء هتمسكه يا عبد السلام حرفيا يا عزيزي. وبعد كده بنشوف واحد من رجاله الامبراطور البشري كان بيراقب اللي أرزوس بيعمله، وبيروح كده يحكي للامبراطور كل اللي بيحصل، وبيقول عمل كده شيطان مفروض ان هو من اقوى الشياطين عند ملك الشياطين وقائد الفيلق 0،
وهو وحشي بطريقه مرعبه جدا، وبنعرف ان اسم الامبراطور هو ادواردو دي سيرتي. وساعتها الملك بيقول لو هم عايزين ان هم يخرجوا من العالم بتاعهم ويجوا عندنا، فساعتها بقى احنا لازم ان احنا ناخد بالنا ونعمل حسابنا. وبيندهوا على شخص كده، ومن الواضح ان هو عنده قوه جباره، فيا ترى مين الشخص ده؟ وبعد كده بنعرف يا عزيزي على حدث كبير حصل من فترة، وهو معركة ال8 سنين، وبنشوف ساحة حرب كبيرة كده مليانة بالدم والجثث، وكانت كل الجثث ديت من أجل مجد الإمبراطورية. وبيكون واحد من ضمن الناس اللي في المعركة هو أرزوس، وبيكون قتل ناس كتيرة جدا، وبيكون مش عاجبه الكلام اللي بيحصل ده، وبتبقى المعركة طحنة ودموية وممكن أي حد فيها يموت. وبيبقى أرزوس من ضمن الناس اللي ما كانتش عايزة إنها تخش الحرب ديت أصلا، ولكن هو ما كانش عنده حل تاني. وبيكمل أرزوس في الحرب وبيفضل يقتل وبيقوم وبيحارب وبيرفض الموت، علشان هو مش عايز تكون نهاية حياته في مكان تافه وحقير زي ده. وبيقول أرس احنا كان لازم ان احنا ننجو بأي طريقة ممكنة. وبيصحى أرس من النوم كده وبيلاقي حواليه إيد والدكتور بتاعه، وبيكونوا مش مصدقين ان هو صحة ديها لانه نايم بقاله اكتر من يوم كامل، وديت بعد ما رجع يعني من الحرب ضد الوحوش. وبيبقى أرس مش فاهم ايه اللي بيحصل ولا ايه اللي حصل، فبيرد عليه ايده وبيقول له اللي حصل ده ان انت كنت بتحارب الوحوش، والكل ما كانش مصدق ان انت عملت حاجة زي كده، وحتى الوحوش كانوا خايفين منك جدا وطلعوا يجروا. من هنا بقى ان أرس قوي وكل حاجة، ولكن هو الوحيد اللي ما يعرفش كده، وانه مثلا لما بيكون نايم او بيكون فاقد لوعيه بيبدأ ان هو يخرج على السيطرة. المهم بيبقى أرس مش فاهم اي حاجة، وبيقول لنفسه هو بيتكلم عن ايه، انا قتلت وحوش؟ وساعتها إب بيقول ما تقلقش، احنا هنبقى اقوى ومش هنخليك تدخل في اي حاجة بعد كده. وسطهم وهما بيتكلموا بيدخل عليهم قائد الفيلق الرابع وقائد الفيلق الثالث، وبيكونوا جايين علشان يطمنوا على أرس، وديت لان هم عارفين ان هو لسه صاحي من النوم دلوقتي. وكمان بيجي قائد الفيلق رقم 1، وبيكونوا كلهم بيتكلموا عن شجاعة أرس وعن الحاجات اللي عملها والكلام الحموسي ده كله. وبيكون أرس متوتر منهم وعايزهم يخرجوا من المكان، ولكن مش عارف يخليهم يخلعوا من هنا ازاي. المهم بقى ان قائد الفيلق 1 بيقول له بص انت طلعت فعلا قوي جدا، فانا عايزك بس طول ما انت هنا تخلي قوتك تحت السيطرة، لان انا خايف ان في مرة من المرات تقتل الملك بتاعنا واحنا مش جنبنا يعني. وبيهزر طبعا، هو بيضحك وكده. طبعا أرس بيبقى مش فاهم اي حاجة، وبيقول لنفسه في حالة ان هم يعرفوا مقدار قوتي الحقيقية هم مش هيخلوني على فيض الحياة، لانهم هم ساعتها هيدركوا مقدار ضعفي وهيقتلوني على الفور. وساعتها بقى عزيزي بقى بيستغل أرس بقى الهالة اللي حواليه وان هم خايفين منه وكده وبتاع، وبيقعد بقى ان هو يرعب فيهم وبيقول لهم انا متعصب وكلام من ده، والكل بيبقى خايف منه. وبتبقى هالة أرس مرعبة، ومن الواضح ان الولد ديت ورا قصة كبيرة قوي يا جدعان، احنا لسه ما اعرفش عنها حاجه، واكيد هنعرفها يعني في المستقبل. وقاد فلك الرابع بتقعد كده تطبل له وبتقول له انت قوي جدا، انت مفيش منك اتنين، انت خلصت على نص الوحوش لوحدك. وطبعا أرس بيبقى مش مصدق وبيقول لنفسه هي الست ديت مجنونه ولا ايه، ولا بتتريق عليا؟ هو في ايه يا جدعان بالظبط؟ انا ايه، انا مش فاكر اي حاجه ليه. ووسط ما هما بيتكلموا كده بيجي قاد فلك الثالث وبيقول لأرس انا عايزك انك لما تبقى احسن، واظن يعني انك بقيت احسن، فمش محتاج ان احنا نستنى كتير، فانا هطلب منك دلوقتي وخلاص. انا عايز ان انا ادخل ضدك في معركه، انت قوي قوي وكل حاجه، فانا عايز ان انا اتعلم منك. وساعتها أرسم بيتفاجئ طبعا وبيبقى بقى خايف، وبيقول لنفسه انا مش هدخل في نزال ضد اي حد، لا ده ضد قائد الفلك الثالث بنفسه كمان. فساعتها أرسم بيبقى متفاجئ من الموضوع. ولكن قائد الفلك 1 لما بيسمع الكلام ده بيقول طب ما حلو، ده احنا ما شفناش قوه قائد الفلك 0 ولا مره ودقت في نزال، فلو كده بقى دي هتبقى فرصه ذهبيه اننا نشوف قوته. لكن يا ترى بقى هل هيوافق أدرس على العرض ديت ولا هيرفضه؟ وكمان قائد الفلك الرابع بتفرح قوي، بتقول احنا نعمل نزال كبير بقى ونجيب اكبر عدد من الشياطين يتفرجوا عليه، وانا والفيلق بتاعي كمان هنأمن العرض الجبار ده. ولكن أرس بيقول له انا مش عايز يا عم، انتوا بتتفقوا على فيا، هو اني اعمل اللي انتوا بتقولوا عليه ده مش غصب يعني ولا ايه؟ فبيرد عليه وبيقولوا له لا انت المفروض هتدخل معاه في القتال، انت خايف ولا ايه؟ وبيكون كده من الواضح ان أرسن لبس في الموضوع خلاص، وان هو ما عندوش حرية الرفض. ويبقى أرسن متضايق وقلقان وبيقول لنفسه هم ليه بيكرروا الحاجات من غير ما يراجعوا لي؟ انا كده لو دخلت معاه في النزال فاكيد هتكسر ل1000 حته من ضربه واحده من ضرباته، ده اقوى جدا مني. المهم بقى بيقعد أرسن كده ان هو يحاول يفلت من الموضوع، بيقول لي عم انا خايف على والحكايه ليت والروايه وبتاع. وساعتها بقى بيتفاجئ قائد الفيلق 1 وبيقول انا فهمت دلوقتي ان انت ما دخلتش في اي نزال، لان من ساعه لما جيت هنا انت ما كنتش خايف من القتال ولا انت عايز تكبح قوتك، ولكن انت بتبقى خايف على خصمك من الهلاك، صح؟ فطبعا مش بيبقى قصده قوي كده يعني، ولكن الفكره ديت نزلت عليه من السما حرفيا. وبيكمل قائد الفلك الاول كلامه وبيقول له ايوه انا شايف ان الكلام اللي بيقوله ديت هو الصح، وده غير انه لسه محارب الوحوش من قريب، فممكن يبقى غير قادر على التحكم في عصبه بشكل كامل ويعمل منك بطاطس محمره يا قائد الفلك الثالث. فساعتها بيقول القائد الثالث طيب حلو قوي، لو كده بقى احنا نعمل قتال
يكون مفيهوش قوانين، هي القانون واحد وبس، وهو اللي هيخسر هو اللي هيموت، يعني من الآخر قتال لحد الموت، وأنا واثق في قوتي وعمري ما هخسر على إيد أي حد تاني. وبيبقى مستغرب أروس من كمية الغرور والقوة اللي عنده. وبيكمل القائد التالت كلامه وبيقول أنا بصراحة يعني متشكر ليك جدا يا سيد أروس، أنت كنت خايف عليا وبتاع وأنا عارف، وعلشان كده قررت إنك ما تقتلنيش، فأنا يا عم هنسحب ومش هقتلك، ولكني مش هنسحب للأبد، أنا هبقى أقوى وأقوى لحد ما يجي اليوم اللي أنا هقتلك فيه يا أروس. فساعتها بيكمل وبيقول أنا بالفعل حاسس إن أنا بقيت أقوى بعد ما قعدت أتكلم معاك، فأنا بقيت أقوى دلوقتي وبقيت متحمس أكتر وأنا مشتعل من جوايا، وأنا مستعد للقتال في أي وقت يا أروس، ولكن هاخد بردك وقت شوية. حرفيا الواد ده مجنون في دماغه ومش عارف هو بيقول إيه. المهم بيتعب أروس من تاني وده بسبب إن هو قلقان، وأيوة زي ما قلنا فجسم أروس بيتعب من القلق. المهم يعني المساعد بتاعه بيحاول إن هو يحسن من حالته، وبيكون أروس جوه دماغه كده فكرة واحدة وبس، وهي الهرب من عالم الشياطين قبل ما يموت. وبيطلبوا من القادة إن هم يمشوا ويسيبوا أروس يتعافى. لكن في الوقت ديت قبل ما قائد الفلك الأول يمشي بيقول لأروس أنا عايزك لما تبقى أقوى وأحسن من دلوقتي وتبقى هتحارب مثلا قائد الفلك التالت، عايزك كمان تبقى تحاربني قشطة. فطبعا يا عزيزي مش محتاج إن أقول لكم إن أروس بعد ما سمع الكلام ده فيص أكتر ما هو كان فيص أصلا، وبيقعد أروس يقول لنفسه أنا لازم إن أنا أهرب من هنا. بنكمل بقى يا عزيزي لما بيرد أرتوس على الشيطانة وبتقول لها يا ستي أنا ما وريش أي حاجة، أنا فاضي. فبتقولت له طيب تعالى معايا، عايز إن أنا أخدك في جولة كده حوالين الحديقة وأدي لك أعشاب ممكن إنها تخفف من تعبك وترجع لك صحتك. ولكن بعد كده بتقول له بس أنت قائد يعني، لو مشغول قوي فمش مهم دلوقتي، وأنا أسفة طبعا لو أنا ضيعت لك وقتك. فساعتها أرتوس بيقول لنفسه لحظة، هو في حديقة في المكان المتخلف ده؟ أنا أول مرة اكتشف المعلومة دي. وساعتها بقى البنت بتفتكر إنها ما عرفتش بنفسها وبتقول له أنا اسمي هيان، وأنا اللي بعتني بالحديقة والنباتات دي في قصر ملك الشياطين. فبيبقى مستغرب أرتوس من الموضوع ده كله وبيقول مش معقولة في بستانية هنا في عالم الشياطين؟ أنا كنت فاكر إن هم ما عندهمش الحاجات الكيوت دي. المهم يا عزيزي بيفرح أرتوس جدا بالموضوع وبيقول حلو قوي، ده مكان هادي وجميل ومليان بالأشجار والدنيا حلوة، فالمكان ده هيبقى كويس جدا علشان يحسن حالته النفسية. وفعلا بيروح رايح مع البنت ديت على مكان الحديقة، وأول ما بيدخلها بينبهر جدا بجمال المكان وبيبقى قارس مبسوط على الآخر وبيقول ياه المكان هادي وجميل ومفهوش غير هوا نقي وزرع حلو والدنيا في الحلاوة خالص. ولكن وسط ما هو بيقول كده فجأة بيلاقي إن في زرعة كده متوحشة كانت بتحاول إنها تقطم راسه حرفيا، فبيتفادوا قارس الضربة ديت في آخر ثانية وبيبقى طبعا مرعوب ومش مصدق اللي بيحصل ديت. ما طبيعي يا اسطى، يعني حديقة في عالم شيطاني هيتزرع لك فيها فل وريحان ولا إيه؟ المهم يعني هيام بتتعصب على النبتة وبتقول لها بنت عيب، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ السيد أروس تبابش للأكل. وتقريبا كده شكل النبتة دي يا شباب متعودة على أكل الناس. المهم يعني بتكمل هيان كلامها وبتقول انت لو ما سمعتيش الكلام فانا هقدمك من تاني، وانت عارفة بقى انا ممكن ان انا اعمل ايه فيكي. حتى البت البستانية طلعت شريرة يا جدعان، ربنا يكون في عونك والله يا عم أروس. المهم بقى بيبقى أروس متضايق من كل اللي بيحصل ده ومستغرب في نفس الوقت، وبيبتدي يبان عليه بقى ان هو متضايق شويه وبيقول لها بصي انا محتاج ان انا امشي دلوقتي علشان عندي اجتماع مهم، ولكن انا بوعدك ان انا هرجع تاني لهنا وهنكمل في المكان الجميل ديت وتوريني اللي انت عايزاه. ولكن بتتضايق البنت كده من الموضوع وبتقول له ليه انت ليه عايز تمشي؟ ها انا عايز ان انا اوريكي بقيه الحديقه لان في حاجات كتيره جدا حلوه، احنا لسه في البدايه وما تقلقش مش هتتاذى، انت هتبقى معايا هنا وعلى مسؤوليتي. هو بيتهرب منها أروس كده وبيقول لها بصي انا لازم ان انا اروح ارض التدريب اشوف العيال بتوع الفرقة بتاعتي هم بيتمرنوا وأشرف عليهم، ولكن أنا هاجي طبعا تاني للمكان الشيق ده لأنه حرفيا مفيش منه اتنين. وبيروح راجع كده أرسوس تاني جوه القصر، وكان هيروح أوضته كده ولكن بيقول لنفسه لازم إن أنا أروح فعلا أشوف أفراد الفايلك بتاعي، وخصوصا بعد العك اللي أنا عكيته خلال آخر معركة لما أنا كنت سكران وكده، يعني أنا لازم أروح أشوف الدنيا معاهم. وبيروح أرسوس مكان التدريب ولكنه مش بيلاقي أي حد، والمكان بيكون فاضي تماما ما فيهوش غير أدوات التدريب زي السيوف الخشبية والدروع والكلام ده كله. فبيقول أنا عايز إن أنا أختبر قوتي وأشوف إيه مقدارها، هل أنا قوي فعلا زي ما هم بيقولوا ولا إيه؟ وبيروح واخد كده سيف من السيوف الخشبية وبيبتدي يستعد علشان يلوح بيه، ولكن سيف من كتر ما هو تقيل بيقع منه في الأرض. وساعتها بيقول أرسوس لنفسه من الواضح إن أنا فعلا ضعيف، أنا مش عارف إن أنا أشيل سيف خشبي ولا فولاذي ولا نيلة، فأنا خليني زي ما أنا كده في الخناجر الصغيرة وخلاص. وسط ما هو بيعمل كل ده بيلاقي إن أفراد الفايلك بتاعه واقفين وفاتحين بقهم كده، بيقولهم إيه هو في إيه انتوا هنا من إمتى يا رجالة؟ وبيكون الكل مش مصدق نفسه
وبيقولوا السيد أرثوس بنفسه هنا، وبيكونوا فرحانين جدا بيه وبيقولوا كويس إنك بقيت بصحة كويسة وإنت عملت أداء حلو جدا ضد الوحوش الشيطانية والكلام ده كله. طبعا وسط ما هو بيسمع الكلام ده كله يوا كمان بيبتدي إن هو يتكلم معاهم وبيقول لهم أنا بقيت كتير جدا ما قعدتش معاكم وديت كان بسبب تعبي. أنا حاسس دلوقتي إني أحسن شوية وهبتدي إني أهتم بيكم أكتر وأراقبكم عن قصة بالفترة اللي جاية، ولكن انتوا عملتم شغل عالي جدا في آخر مرة أنا شفتكم في الحرب. وبعد كده بيقول لنفسه أنا هفضل هنا هشوفهم هم بيتمرنوا واتعلم منهم. يعني حرفيا يا شباب الولد دوت ما تفهملهوش ملة. المهم بيقول لهم أنا جيت علشان أقول الكلمتين دول وبس كده، يلا كفاية تضييع وقت، أنا عايزكم إنكم ترجعوا لتم تمكم. ولكن في وسط الكلام ده كله بيكون في واحد كده من الناس اللي معاه في الأوضة بيكون ملسم ووشه مش باين خالص، وبيكون بيتحسس سيفه كده وشكله مستعد لحاجة. المهم بقى ان في نفس الوقت ديت بيكون هيتحرك أنس من مكانه، ولكن رجليه بتوجعه كده، وايوه زي ما بقولك كده اللي سلبيه رجليه بتوجعه، وبيبقى مش قادر ان هو يتحرك ولا حتى قادر ان هو يقف على رجليه، وفجأة بيكون هيقع كده على الارض من كتر التعب، ولكنه بيقول لنفسه انا لو وقعت دلوقتي قدامهم فشكلي هيبقى وحش جدا، فبيروح مستند تيتا على السيف الخشبي اللي في ايديه ويعتبر كده شبه نازل على الارض. بس في نفس اللحظة ديت الشخص اللي شكله غريب بيكون بيلوح بسيفه وبيستعد علشان يقطع راس انس، ولكن طبعا انس بيتفادى الضربة بالصدفة لما رجليه بتوجعه، والراجل بيبقى مش مصدق نفسه بيقول انت عملتها ازاي يا عم، انت ازاي قدرت انك تتفادى الضربة بتاعتي؟ وطبعا انس ولا تفادى ولا بتاع، وهي ماشية معاه بالحظ كده وقصوا على اخر. وساعتها بيتوتر انس جدا وبيقول انا لازم اهرب من هنا، وبيروح دايرب كده الشخص دوت بكوعه كده في دماغه، فبيبتدي ينزف من شد ضربة انس. والله انا حاسس ان انس ديت قوي وهو بيستعبط اصلا، او هو حظه جامد وخلاص. المهم بقى ان القاتل ده يقع على الارض وبيبقى مش قادر ان هو يتحرك، وساعتها بيبان بقى وشه وبيكتشف انس ان الشخص دوت بقى بشري مش مجرد شيطان. وبيبقى انس طبعا مستغرب من الموضوع دوت وبيقول هو ازاي ده اتحصل؟ انسان قدر ان هو يوصل لقصر ملك الشياطين وقعد فيه ووصل كمان للمكان ده علشان يختلني، يعني هو كمان بقى له فتره كبيره هنا. وبساعتها الفايلا كله بيبقى مش عارف الراجل ديت وبيطمنوا على انس، فساعتها انس بيتاكد ان الشخص ديت مجرد دخيل على القلعه وهو مش من هنا زي ما هو متوقع. وبتعصب انس كده في الوقت دوت وبيقول انا لو سبت الراجل ديت هيحصل حوار كبير جدا وانا مش حمل الصداع اللي ممكن يحصل لي. فبيقرر ان هو يمسك السيف الخشبي وبيستجمع قوته كلها وبيروح ضارب المختهل بالسيف على دماغه، فبيغمى عليه وبيقع على الارض. وبيطلب إيروس من رجالته ان هم ياخدوه ويسجنوه ويقولوا لملك الشياطين اللي حصل ده. فساعتها بقى اتباع إيروس بيكونوا حاسين ان إيروس متضايق منهم جدا لان هم ما قفشوش الراجل ده قبل ما يحاول ان هو يقتله. وواحد منهم بيقول لنفسه ان السيد إيروس ده في مستوى تاني خالص، ده كان جاي بس بيشوف رجليه كده شوية، لكنه قدر ان هو يتحرك بسرعة رهيبة وتفادى الضربة وضرب الراجل ووقعه على الارض بكل سهولة ولا كأنه كان عارف حاجة. وده غير ان الراجل لما حاول ان هو يهرب إيروس كده بسرعة شديدة وخلص الموقف في ثواني. واحد تاني بيقول ان قائد الفرق صفر في مستوى رهيب جدا وعمر ما حد فينا هيعرف ان هو يوصل له مهما عمل. انا كل شوية بتمرن علشان ابقى اقوى واقوى ويعترف بيا، ولكن من الواضح كده ان مفيش اي فايدة وعمره ما هيعترف بيا لان فرق القوة بيني وبينه رهيب جدا. انا بالنسبه لي مجرد حشره. والكل بيتحمس كده وبيقولوا يلا بينا نكمل تدريبنا علشان نكون في مستوى قوه السيد إيروس، وبيفضلوا يتدربوا وبيقولوا احنا لازم ان احنا نرفع راس إيروس ولازم ان احنا نحميه ولازم نكون اقوى علشان نكون سند ليه، احنا لازم نحسن من نفسنا مهما حصل. وبنرجع من تاني يا عزيزي الإيروس واللي بيكون بيتمشي كده وبتكون ايده وجعاه من رفعه السيف. ايوه هو ضعيف للدرجه دي لكن حظه جامد بصراحه. المهم يعني بيرجع إيروس تاني اوضته وبيقول انا اروح انام شويه واريح بدل التعب اللي انا تعبته ديت. وفعلا بيدخل ينام، واول ما بيصحى بعد فتره بيلاقي ان ملك الشياطين قاعد معاه في الاوضه وبيقول له انا اسف انك اول ما صحيت على وشي ولكن انا محتاج ان انا اتكلم معاك. المهم بقى بيروح واخد ملك الشياطين كده إيروس وبيروحوا رايحين على الزنزانه اللي كان فيها السجين اللي حاول قتل إيروس. وبيكون مستغرب إيروس من الموضوع ده وبيقول يا ترى انا ايه اللي جابني هنا؟ هل يا ترى انا هنا لان المسجون ده اتقال عليا حاجه ولا هو جايبني هنا ليه؟ المهم بقى نشوف المسجون وهو في زنزانة تحت الأرض وحرفيا بيبقى متخرشم كده وحواليه جثث ودم في كل مكان، وبيبقى مستغرب من الموضوع وبيقول انا يا دوب رحت انام ساعتين، هو اتعمل فيه ايه بالظبط علشان يحصل فيه كل ده؟ المهم يا عزيزي ان ملك الشياطين بيقرب من الشخص وبيقول لأرس انت مش حاسس ان الشخص ديت مألوف بالنسبه ليك؟ بيستغرب أرس من الموضوع وبيقول مألوف ازاي يعني؟ بيرد عليه ملك الشياطين وبيقول له يعني واحد قوي بيكره الشياطين وكل لما قرب منه او تيجي سيرتي قوته بتزيد اكتر واكتر، كمان مش انت حاسس بقى ان في حاجه غلط؟ فبيفكر أرس في الموضوع شويه وبيقول مش معقوله، انت قصدك ان الشخص ده يبقى بطل؟ وساعتها بقى بنفهم اكتر عن قوه الابطال وبنعرف ان الابطال
بيكون عندهم خيارين يعملوهم لما بيكونوا دم ملك الشياطين وخلاص هم على حافة الموت. الخيار الأول هم تفجير النفس زي ما البطل اللي أرسو خلص عليه عمل، والخيار التاني هو إن هم يموتوا برضه بس قوتهم بتتحول لشظايا، والشظايا ديت بتروح لناس معينة، والناس دولت بقى الإمبراطورية بتبتدي إنها تبحث عنهم بحيث إن هم يبقوا خليفة للبطل اللي مات. ولكن مش كلهم بيبقوا ابطال رسميين يعني، لأن لقب البطل ده لازم اللي ياخده يبقى أثبت جدارته. وبنكتشف بقى إن الشخص ده مش بطل حقيقي ولكن هو جزء بطل، إن واحد من الناس اللي خدت الشظايا بتاعت القوة ديت من واحد من الأبطال السابقين، فهو مش بطل قوي يعني وضعيف. وبيقعد بقى الملك يتريق عليه وبيقول له انت بطل انت ها. وبيفكر أرسو في الموضوع وبيقول ان الامبراطور مش غبي قوي ومش هيضيع واحد من رجالته على الفاضي. الراجل ده وراه اسرع حاجه هو جاي يبعت رساله ممكن مثلا. وساعتها أرسو بيتحول هالشت كده وبتبقى مرعبه جدا، وبيطلب من الملك ان هو يسيبه مع المختال شويه لان هو عايز يتكلم معاه على انفراد. وفعلا بيطلع الملك وبيسيب أرسو مع المختال، وساعتها المختال بيتكلم مع أرسو بيقول له يا ديون هارد يا خاين يا حقير. وبيقول له ازاي انت تعمل كده، ازاي تكسب ثقه الامبراطور وتبقى انت البطل وبعد كده تخون وتبقى في صف الشياطين. فساعتها بيقعد أرسو كده يضحك وبيلعب على مشاعر الشخص ده وبيقول له انت شكلك شخص مالكش اي لازمه بالنسبه للامبراطور وجاي تسلم الرسالة اللي الامبراطور عايز ان هو يقولها ليا صح؟ فبيرد عليه المختال وبيقول له لا، انا شخص مهم جدا، انا بطل وانا جاي علشان اقتلك مش جاي علشان اتكلم معاك. لكن أريوس بيفضل يلعب كده في دماغ الولد ده وبيقول له انت ايه نوع الخطايا اللي انت عملتها علشان تزعل الامبراطور منك ويركنك على جنب كده، ويوم ما يستخدمك يجيبك لهنا علشان تموت؟ وبيقول له انا ولا خاين ولا نيلة، انا هنا لهدف معين، ولكن من الواضح كده ان الملك ما قالكش وكان جايبك هنا علشان يخلص منك وخلاص. وبعد ما بيلعب أريوس في دماغ المختال ديت بيقول له انت جيت هنا علشان تموت والامبراطور مش مهتم بيك، وهو جايبك هنا بس لانك عبارة عن لعبة في ايديه وانت هتموت هنا ودلوقتي. فبيتعصب وبيحبط كده وبيفضل يصرخ وبيسيبه أريوس كده وبيمشي وبيقول يلا استمتع بوقتك الأخير قبل ما تموت. وبيخرج أريوس وبيتكلم مع الإمبراطور وبيقول له ما تقلقش، ده عيل عبيط وملوش أي لازمة. فبيرد عليه الإمبراطور وبيقول له طيب انت شايف ان انا اعمل فيه ايه دلوقتي؟ فبيرد عليه أريوس وبيقول له يا عم اعمل فيه اللي انت عايزه، ولكن لو عايز رأيي فانا عايزك انك تخلص عليه. فبيرد عليه الملك وبيقول له يا باشا من العندي قبل العندي، ولكن في المقابل بصراحة أنا عايز منك خدمة. وبيقول الملك في الحقيقة الفيلك الأول طالب مساعدة في الصف الأمامي ودوت إن في بطل هناك وفي حرب دايرة. وبيقول أريوس لنفسه في حالة إن البطل الحقيقي فعلا زي ما بيقولوا كده وإنه مش مجرد شيزيا زي اللي حاول إن هو يقتلني، فساعتها الشياطين هناك ما عندهمش أي فرصة. وبيكمل الملك وبيقول أنا كمان بعتك لأنك فضولي، وأكيد فضولك دوت بياكلك وعايز تعرف ليه الإمبراطور بعت بطل نص نص وبطل حقيقي في نفس الوقت، مش كده؟ ولكن فجأة بيمسك الملك أريوس كده وبيفضل يتكلم معاه، وفي ثانية أريوس بيلاقي نفسه اتنقل مكان تاني وبيبقى مستغرب من الموضوع. والملك بيقول له أيوة أنا عملت كده علشان تستعد بسرعة. وفعلا بيستعد أريوس علشان يساعد الفيلك الأول ضد البطل الحقيقي. الفكرة أريوس بيكون مش فاهم إيه اللي حصل، لأنه أريوس أغمى عليه ولما فال لقى نفسه مستعد وفي مكان غير اللي كان فيه، وبيكون أريوس مش فاكر أي حاجة من الكلام ده واللي دار بينه ده هيموت وإنه لازم يروح يساعد الفيلك الأول على الحدود. وبيجي إيده وبيكون جاهز كده كل حاجة لأريوس وبيستعدوا للرحيل لمكان المعركة. وبيقول إيد لنفسه أنا عارف إن السيد أريوس قوي جدا وبيحب القتال، والقتال اللي كان ضد الوحوش يمكن ما كانش أحسن حاجة بالنسبة ليه وكان شايفه أي كلام، ومن الواضح إن هو ناوي دلوقتي يكسر الدنيا هناك. وديت مع الفيلق الأول في الصفوف الأمامية. أنا سمعت إن الدنيا هناك مشتعلة، ولكن أنا كل ما ببص على وش أريوس بحس كده إننا رايحين في رحلة مش رايحين في معركة طحنة. وفي الوقت ده وقبل ما بيركب أريوس العربية بيلاقي إن القائد بتاع الفيلق رقم 11 جت، واللي تحسها كده بنت صغيرة عبيطة. ولكن أريوس بيقول في نفسه البنت ديت بتعمل ايه هنا وهي عاملة نفسها كيوت كده ليه؟ دي عندها اكتر طاقة شيطانية بعد ملك الشياطين. وبتتكلم معاه وبتقول له انا عارفة انك رايح للخطوط الامامية مع الفيلق الاول للمساعدة، والوضع هناك صعب جدا وانا عارفة ديت، فعلشان كده انا قررت اني اساعدك بالرغم من اني عارفة انك قوي ومش محتاج مساعدتي، لكن انا هديلك القلادة ديت. فبيستغرب أريوس من الموضوع وبيقول لها القلادة دي ليه؟ فبتبتدي تشرح له وبتقول له إن القلادة ديت فيها قوة سحرية، والقوة السحرية ديت بتحميك مرة من الموت الحتمي. فبياخد طبعا أريوس القلادة بعد ما بيعرف هي بتعمل إيه وبيشكرها على الهدية. وساعتها بقى إيد بيقول للقائد يا علي أنت بجد ريحتي قلبي جدا، دلوقتي أقدر أطمن على السيد أريوس، هو صحيح قوي بس أنا أقدر إن أطمن عليه أكتر دلوقتي. وديت لما عارفة إن هو مش هيموت بسهولة وبيبقى مبسوط قوي. والمهم بقى إن بعد شوية تلزيق وتطبيل كده بيركب أريوس العربية وبيجي معاه إيد بما إن دراعه اليمين يعني،
وبيكونوا رايحين للمكان اللي فيه الأحداث. ولكن ساعتها بيبتدي أروس إن هو يتكلم مع نفسه وبيقول أنا في الحقيقة ما قتلتش البطل ولا أنا اللي وقفت الانفجار الذاتي اللي هو كان بيعمله. أنا في الوقت ديت بس كنت مجرد مساعد ليه. وبنرجع بقى في فلاش باك كده عشان نعرف الحقيقة بقى اللي كنا لحد الآن عايزين نعرفها، وبنشوف الأحداث اللي بتحصل وبيكون أرس واقف كده مع مجموعة من الناس اللي معاه وبيقول لنفسه مش معقول، هو خلاص كل اللي فاضلين دولت معانا، هم دول بس، ده في كتير قوي مات، احنا كده فرصتنا قليلة خالص. وساعتها بقى بنشوف البطل الحقيقي اللي المفروض يعني ان أرس قتله، وبيكون أرس بيحذر البطل ان عددنا قليل جدا ولازم ان احنا ننسحب، ولكن البطل بيرفض وبيقول ان عددهم كويس بالنسبة للي هم فيه، وان هو اصلا لوحده ممكن ان هو يخلص ويكسب المعركة دي. وبيفضل أرس بقى كده ان هو يحذر في البطل، ولكن البطل بيرد عليه وبيقول له الملك الشيطاني الحالي معروف ان هو اقوى ملك في تاريخ الشياطين، وانا فاهم قلقك كويس قوي، انت ممكن تكون خايف انك تروح له هناك وحقك، لان ديت حاجة طبيعية، لانك لو رحت مثلا لهناك ممكن تموت، فلو عايز انك تنسحب قبل بداية المعركة تقدر انك تعمل كده يا أرس. وبيكمل وبيقول كمان احنا محتاجين واحد يقول نتائج الحرب للإمبراطور، فانت لازم انك تفضل على قيد الحياة، علشان كده انا شايف ان بلاش انك تدخل معانا في المعركة دي وخليك زي ما انت. وبيكمل البطل كمان وبيقول انا حاسس ان في حاجة انت عايز انك تعملها اصلا، ايه اللي يخلي بطل حرب سابق عايز ان هو يفضل على قيد الحياة؟ اكيد في حاجة انت عايز انك تعملها، فعلشان كده انت مش عايز انك تموت، صح ولا يا أرس؟ المهم بيكملوا كلامهم مع بعضهم، والبطل بيطمن أرس وبيقول له خليك هنا واحنا هنرجع ليك وما تقلقش، انا هرجع عايش. المهم بيمر الوقت وأرس بيكون قاعد كده وقلقان وبيستغرب ليه لحد دلوقتي أرس أنا اللي غلطان، لأن كان المفروض إن أنا اللي رافقه، ودور الرفيق هو تمهيد الطريق للبطل، ولكن ساعتها قررت إن أنا أخد الطريق السهل وهو الانسحاب، لأن عددنا كان قليل جدا، وكمان لما البطل عرض عليا إن أنا أقعد فأنا قعدت بدون أي تردد. المهم بيقرر أرس إن هو يتحرك ويجوح لمكان الحرب، وبيقول لو هم لسه عايشين وحتى لو ما خلصوش المعركة فأنا هاخدهم ونروح، ولو ماتوا فأنا هطلع أجري وأروح الإمبراطورية واحكي للإمبراطور اللي حصل بكل التفاصيل. وبيشوف كده ساعتها بقى أرز اللي حصل دوت من بعيد، وبيلاقي كده إن الفريق بتاعه تم إبادته بالكامل، وبيبقى مش مصدق اللي بيحصل ده وبيقول مش معقولة، هو الموضوع كان بالسهولة ديت؟ ولما بيبص بيلاقي جيش كبير جدا من الشياطين والوحوش الشيطانية وبيبقى مرعوب. وساعتها بقى بنشوف البطل وهو على حافة الموت، وفي نفس الوقت بيكون ملك الشياطين واقف قدامه وبيقول له عندك أي كلمة أخيرة قبل ما أقتلك؟ فساعتها بقى يا عزيز البطل بيضحك وبيقرر إن هو يشغل التدمير الذاتي، وبيخاف أرس جدا وبيقول أنا لازم إن أنا أهرب علشان أبلغ الإمبراطور باللي حصل ده. ولكن في الوقت دوت بيجي من وراه شيطان كبير وبيقول له أنت مين بالظبط؟ فساعتها بقى يا عزيزي أرس بيكون خايف وبيكون بيستعد خلاص عشان يموت على إيد الهجمة اللي جاية من الشيطان ده، والضربة بتنزل في المكان اللي المفروض أرس واقف فيه، ولكن أرس بيتفادى الضربة ديت بكل سهولة في آخر ثانية، وبيبقى مش مصدق أرس القوة المهولة اللي عند الشيطان ده، وبيفضل يتفادى ضربات الشيطان واحدة ورا التانية بسرعة شديدة. ولكن في الوقت دوت بيقرر إن هو لازم هو كمان يهاجم، وإلا كده فديت هيبقى موته. وبيحاول أرس إن هو يهاجم على الوحش وبيتفادى ضرباته، وبيحاول إن هو يخفل الوحش ويقتله، وبيستغل أرس الفرصة المناسبة وبينط كده في الهواء وبيروح واخد الخنجر بتاعه بيعشقه في رقبة الشيطان، ولكن جلد الشيطان بيبقى سميك فالضربة مش بتعمل له مشاكل، ويدوب جرح سطحي هو اللي قدر إن هو يعمله. لكن في الوقت ديت فجأة بيحصل حاجة غريبة، والأرض بتبتدي إنها تتهز من تحتيهم، وبيقع هو والشيطان من فوق الجبل اللي كانوا عليه، وبيكونوا كده في ساحة المعركة اللي فيها البطل وملك الشياطين والكلام ده كله. وكمان بيموت الشيطان اللي كان بيحارب أروس ساعتها، وبيبقى أروس أصلا مش مصدق إن هو لسه عايش لأن الوحش ديت مات، وبيقول بما إنه وقعت من على الحافة اللي أنا كنت فيها فده معناه إن أنا دلوقتي في منطقة مخيم العدو. فساعتها بقى بيكون كده في شوية من الشياطين اللي موجودين في المنطقة وبيكونوا مش مصدقين اللي حصل ديت، لأن الشيطان اللي قتله أروس ما بيبقاش أي شيطان عادي، لا ده قائد الفرقة السبعة، وطبعا محدش عارف مين أروس ده ولا هو بينيل إيه هنا ولا إيه مقدار قوته ولا أي حاجة. فأول ما بيشوف أروس كده العدد ديت وبيسمع كمان إن هو قتل قائد الفرقة السابع بيترعب حرفيا، ووشه بيجيب ألوان وبيبقى مش عارف يتحرك من مكانه كده وبيتسمر خالص، وبيقول يعني أنا في نص معسكر شياطين ومش كده وبس، لا أنا كمان قتلت واحد من القادة بتوعهم، أنا لازم إن أنا أهرب دلوقتي حالا قبل ما يعملوا مني حرفيا بطاطس محمرة. ولكن وسط ما هو واقف كده ولسه بيشوف هيعمل إيه بيبص قدامه كده وبيلاقي ملك الشياطين، وساعتها أروس بيخاف جدا من ملك الشياطين
ومن نظراته المرعبة اللي حرفيا بيبقى كأن ملك الشياطين عايز إن هو يقتل أروس. فساعتها بقى البطل بيتكلم كلماته الأخيرة وبيقول أنت طيب وأنا بحبك وأنا شايف إنك مختلف عن الكل، أنا شايف إن أمل العالم ده كله فيك أنت يا صديقي. وبدل ما البطل يدمر نفسه ويفجر المكان بيقرر إن هو يوزع قوته على شكل شظايا. وطبعا زي ما احنا عارفين كل شظية بتدخل في شخص معين، والشخص ده بيبقى مشروع لبطل لأن بيكون جواه جزء من قوة البطل اللي قبليه. فبيتمنى البطل إن في واحدة من الشظايا ديت تدخل جوه جسم آروس علشان يورث قوته وساعتها تساعده في حربه ضد الشياطين. وفجأة بيطلع منه نور كبير جدا وبيكون ملك الشياطين مستغرب من النور ده وبيقول هو النور ديت ايه ده؟ مختلف تماما عن نور التدمير الذاتي. يعقل ان هو بيحاول ينقل قوته ولكن النور ديت زي ما ظهر فجأة كده فبيختفي فجأة. وبيقول آروس لنفسه ان البطل ديت غبي، كان يعدي الفرصة ان هو يخلص على ملك الشياطين ولكن بدلها عمل اللي عمله ديت علشان يحاول ان هو ينقل لي قوته. وساعتها بقى بيقول آروس لنفسه من الواضح ان هو فشل لان انا لحد دلوقتي مش حاسس باي تغيير في جسمي وانا ضعيف زي ما انا. هو مات على الفاضي وتضحيته فشلت. وساعتها الشياطين اللي حواليه بيكونوا فاكرين بقى ان آروس هو اللي قتل البطل وديت لانه وقف التدمير الذاتي بتاعه، وطبعا هم مش عارفين اللي فيها خالص. وبيكون آروس كده حاطط ايده على بقه وهم بيفتكروا ان هو متأثر من اللي عمله بقى في البطل وبتاع، ولكن هو كان بينزف كده من بقه بسبب جسمه الضعيف. وبيقول من الواضح كده ان النزيف اللي انا بنزفه ديت بسبب قوة السقوط اللي انا سقطت من شوية، ولكن مش مهم، هي كده كده خربانة وانا غالبا هموت على ايديهم دلوقتي. فساعتها بقى بيكون آروس عنده ابتسامة خفيفة كده، حاجة كده زي الكوميديا السوداء يعني حاجة من الهم اللي يضحي كده. المهم بقى في الوقت ديت بيقرب ملك الشياطين منه وبيقول له انت ازاي بتضحك في موقف زي ده؟ انت واضح ان قلبك ميت خالص. وبيقول له بقى على كده يا بطلنا انت اسمك ايه؟ وبيكون مستغرب آروس الموضوع وبيقول هو ماله ده؟ هو عايز مني ايه بالظبط؟ بس انا يفضل اني محاولش اني اغضبه لان ساعتها لو كان في فرصة 1% ان انا افضل عايش فهي خلاص هتروح. فساعتها بيرد عليه آروس وبيقول له انا اسمي هنديون هارد. ووسط ما هو بيقول اسمه بيقول آروس لنفسه انا عايز ان انا افضل معاه كده لحد ما استغل الفرصة واخد ديلي في اسناني واطلع اجري. المهم بقى ان ملك الشياطين بيقول له طيب يا عم ديو انت ما فكرتش قبل كده انك تدخل جيش ملك الشياطين؟ فساعتها بقى طبعا بيستغرب آروس من الكلام ده وبيبان عليه طبعا. فبيقول له الملك ايه يا عم ما تقلقش، مفيش حد هيقول عليك كلمة اذا كان من الشياطين او من البشر. انت دلوقتي اثبتت لكل قوتك الحقيقية، انت قتلت قائد من قادة الفايلك وكمان قتلت البطل، يعني انت حرفيا في مستوى تاني. وبنرجع تاني بقى للوقت الحاضر وبيقعد كده يضحك آروس على الكلام ده وبيقول من يومها بقى وانا في القصر بتاع ملك الشياطين وانا ما كانش قصدي اي حاجة من كل الكلام اللي حصل ده، ولكن كان هدفي الوحيد هو النجاة. المهم بقى انه اخيرا يعني بيوصل وايد للحدود بين عالم الشياطين وعالم البشر، وكان جيش الشياطين هناك أعداده كبيرة جدا، والمكان ده دايما بتحصل فيه مؤتمرات دموية بين الجيشين. وبيبتدي براس قائد الفيلق الأول مع عروس، وبيكون كده ان الواضح قائد الفيلق ان هو منهك تماما وان الحرب ما كانتش سهلة، فبيسلموا على بعض وبيشكروا القائد الفيلق أروس على انه جه علشان يساعدهم. ولكن بيقول أروس لأول مرة على الأساس ان كان عندي خيار تاني، انا لهنا علشان خفت لو انا يتم قتلي. المهم ان القائد بيقول له الحرب دلوقتي واقفة وانا عارف انك متعطش للقتال، فاحنا ممكن ان احنا نستعد لنهاية ما الحرب تبتدي بين تاني، وعايزك بقى انك تروح وتقاتل معانا في ارض الخصم. فطبعا أروس بيبقى هيعملها. وبنروح بعد ذلك وبنشوف الخطوط الأمامية للمعركة من ناحية العالم البشري، وبتوصل لهم بوصول قائد الفلك صفر وبيكمل مساء كلامه بيقول إن من جواد لما هو وصل والجيش تحمس بشدة والشياطين بقوا بريد يعملوا أي حاجة من أجل الفوز. وساعة قائد الفريق بيقول إيش اللي جاب قائد فلك صفر دنماركا؟ يعني دلوقتي دخل فورة الشياطينيات المعروف عنه بقوة ومعروف إنه هو مختلف عن أي شيطان تاني وأقوى بمراحل من أي واحد من قارة الفيالق ال 12 التانيين. ومن واضح كده من إن هم لسه مش عارفين إن القائد صفر ده بقى أرس ومبنى القادة بتوع البشر بيقول مش عارفين فين يعملوا إيه. وواحد منهم بيقول للتاني في حالة إنه فعلا قائد الفلك صفر فإحنا نسبة فوزنا في المعركة دي تكاد تكون معدومة. فالقائد التاني بيرد عليه وبيقول له حساسي كده يبدأ احنا محتاجين ان احنا نبعت مختال. فبيندهج القائد التاني وبيقول مختال علشان يغتال قائد صفر؟ دي حاجة نسبة الحصول عليها قليلة جدا، انت متأكد من اللي بريد تعمله ده؟ وساعتها بقى القائد اللي اقترح فكرة المختال ديت بيقول انت مفضل ان القائد صفر ديت حقيقي مش مجرد وهم من صنع ملك الشياطين والقادة بتوع التايرين علشان مثلا ان هم يزرعوا به البشر الفيروس بشكل عام ويقوي الجيش بتاعهم، صموه زي اسطورة ليهم مثلا لما تطورتمهم يشجعوهم ويقولوا لهم قائد صفر جاي.
وساعتها بقى اللي بيقول الكلام ده بيبقى كوريل اوديت، يبقى بطل البشر الحالي، وبيكمل كوريل كلامه وبيقول انا شايف انا شاهد فعلا المغتال ديت علشان اتاكد من خلاله فعلا في قائد سفري ولا لأ، وبيجمعوا أكبر قدر ممكن من المعلومات. ده طبعا في حالة إنه هو ما قدرش، لأنه في حالة إن الغشطال ده اتوبى شخص مات وخلاص، وبنرجع من تاني لأروس ود بيكون بيجهز دي المعركة اللي لاحظها هيدخلها ود بالظبط كده أروس. ولكن أروس بيكون متوتر بشدة وخايف كمان، وبيع المراهقين ضيقت عليه. ود بيقول له انت كويس او في حاجة مضايقاك؟ بيقول له عيب عليك بقى، انا قد الدنيا واخش ادمر الدنيا في المعركة اللي احنا داخلينها دي. وبيكون زي كده عايز ان هو يروح المعركة لوحده، والهدف في ده ان هو عايز يقتل بين صفوف البشر حاليا ليهم لو قدر، لو ما عرفش فهو عايز بس يشوف وش البشرية طبعا علشان يشوف لو هو عارفه ولا لا. المهم بقى ان أروس بيطلب من ود ان هو ما يروحش معاه في الحرب دي، ولكن ود بيضايق جدا وبيقعد يقول له لا انا اريد ان انا اجي معاك، انا بطاطا تحت رجل، ارجوك اخدني معاك. لكن أروس بيبقى مش فاهم هو ليه ود بيعمل كده معاه، وهو ليه وافق جدا فيه كده ومهتم بيه بالطريقه الغريبه ديت، لدرجه ان هو بيشك ان ود شيطان من الاساس، وبيقول من كل شيء ان هو يبقى ألف مثلا. المهم بقى ان أروس بيكون بيحط زي على جسمه في كل حته، وده بمساعده ود بسبب المعركه هتبقى في النهار، وأروس بشرته حساسه جدا لأشعة الشمس، وديت لو انكشف ليها الفترة بقى في حالة ان هو تعرض ليها فقط مجموعة لحروق قاتلة. وبيبقى أروس متضايق جدا من نفسه، بيقول انا مشهور جدا لدرجة اني مش عارف انا هستحمل حرارة الشمس ديت ازاي. وحرفيا أروس بيبقى متكلفت كده من كل حتة، حتى بقه ومناخيره. بيكون الشياش السحر ديت معمول من ملك الشياطين بنفسه ومحاط بمنة ملك الشياطين. وبيكون ود فرحان جدا وبيقول لأروس يا عم بسد بقى، انت ملك الشياطين بيحبك قوي، ده عامل لك الشاش ديت بنفسه ومضحي بجزء من الملة بتاعته علشان يعمل لك سحر على الشاش ديت اللي انت هتستخدمه. فبيسخر أروس منه كده بيقول له يا عم ديت ملته كتير جدا، مش فارق الشوية اللي هو عامل بيهم سحر ده. وبعد كده أروس بيتكلم عن السحر شوية، وبيقول ان السحر هنا هو قواعد للعالم، والقوة السحرية كسر اللي ده يتم الاستخدام من اللمس أروس مش هيقدر ان هو يعوضها. وفي إشاعة أو أسطورة بتقول ان كل لما تم استخدام السحر اكتر كل لما كان ظهور البطل الجديد اسرع. وبيقول الملك دلوقتي بيستخدم خدم سحر كثيرة وبيعملوه على بطال. هل ديت معناها ان هو واثق من نفسه لدرجة مثلا انه لو ظهر بطل جديد فهو واثق ان هو هيقدر يكسبه بكل سهولة؟ وبعد ما بيخلص أرجوس المواهب بيقول انا طالع بره اشوف ارض المعركة عاملة ازاي ويستكشف المعسكرات، ولكن الدويد بيقول له ما تجيبنا شوية طاقة للمعركة؟ فبيرد عليه أرجوس وبيقول له ما تقلقش انا معايا طاقة كفاية. ولكن بيكون هدف أرجوس إن هو يلاقي مكان يستخبى فيه علشان محدش يلاقيه في الآخر، فيجيلي الوقت اللي هيوعد فيه الحقيقي في ساحة المعركة. وأول ما بيخرج كده أرجوس من الخيمة اللي كان فيه، الكل بيشوفوا بالشاشة اللي شافوه، بيكونوا متعجبين جدا ولكن في نفس الوقت بيكونوا متحمسين لأنهم شافوه في قالم الفلك الأصفر وعرفوا إن هم مش لوحديهم والجال الكلام ده كله. وساعتها لما قائد الفيلق الأول بيشوف اللي حصل ديت بيقول إن الملك كان صحيح فعلا موجود هنا، حتى لو كان مجرد إن هو يحمس الناس، فديت شيء مؤثر جدا لكل الجنود اللي موجودين. وساعتها بقى بيبتدي أرجوس يتكلم معاهم، بيقول لهم هتكونوا واثقين جدا كده فيا، ما الحرب برضو صعبة ومش سهلة، واحنا لازم كلنا نشتغل بكل قوة علشان نكسبها، نكسب العملاء. بيحصل يا عزيزي ان يكون في ملتزم بشري كده واقف فوق شجرة من الأشجار اللي موجودين في المكان ويراقب كل اللي بيحصل بصمت. وساعتها بقى بيتأكد ان قائد السفر ديت حاجة حقيقي وانه شخص حقيقي بشحم ولحم ومش مجرد أسطورة او خرافة زي ما كان البطل فاكر. وبيقول المغتالي نفسه الشيطان ديت رغم انه شيطان صغير في السن وكمان مغطي وشه وجسمه كله، ولكن الهالة المرعبة والشيطانية اللي طالعة منه ملهاش مثل وتخلي اي حد يبقى حرفيا خايف منه. أنا شايف مش فكرة كويسة ولا أحاول أكتبسه لأني هفشل بكل تأكيد. وبيكمل وبيقول صحيح ممكن يكون قوي، ولكن من اللي أنا شايفه فأنا شايف إن الإشاعات بتتقدر في كمية ضوء وقوته. وبيقول أنا هرجع دلوقتي بما في ذلك موجود بالفعل لتأكيد إن هو مش مجرد إشاعة. ولكن قبل ما أرجع أنا أريد أن أختبر كمية الكيمياء ومهارته بروح يقين. كأنه بيطلق إبرة كده مربوطة بحبل الخفي، وبيقول إن هتبقى الغد غسام لو أصابته هيموت، وفعلا بيطلقها غتال على إرثوس بكل براءة وبتكون هتصيبه. ولكن في آخر ثانية إرثوس كده بينزل على الأرض
ومن تاني يقول المختل نفسه مش معقولة، هو فدها وزيزي بيقول لكم أنا هقطع دراعي لا هو يعرف إن الإبرة دي أصلا بتتحدف تتوصل بيه، كانت مخلعة بس ولا حاجة وما كانش قادر على الاتصال زي ما حصل معاه قبل كده يعني. ساعتها إرثس عينه بتبقى مرعبة ومحمرة كده وبص في اتجاه المختال، والمختال حرفين بيبقى شوية وهيعمل على نفسه، بيقول مش معقولة هو عارف يلمحني وعارف أنا فين، هو المختل راجل بياخد ديله كده في أسنانه وبيطلع يصبح محترفا. ولكن بنكتشف بقى اللي حصل في الحقيقة، وهو إن إرثس اتكعبل. أيوة والله زي ما بقولك كده يا صديقي، إرثس اتكعبل في طوبة وهو ماشي، وساعتها فشطانة بتقرب من إرثس وبتقول له أنت حصلت على حاجة، أنت كويس؟ فبيقول لها أيوة أنا كنت بسبح حمية فطبعا يعني بنتي بتجي لها فرطة وتقول له طبعا زي ما هو اتأخر من القيد الصفر. وساعتها بيقول إرثس لأن شكلي مش هعرف إن استخبى كمية الشياطين اللي موجود هنا دي، فأنا هدخل الخيمة بتاعتي تاني أقعد في هدوء. وقد حصل، ما حصلش جديد بدل ما أنا كنت هقع كده في وسط الدماغ زي من شوية. وبيكون المختال غير مكانه ولكن لمحيط منطقة إرثس، وبيشوفه كده داخل الخيمة بتاعته، وبيقول معقولة بعد ما شافني اتجاهلني وراح عادي كده. وبيقعد الباحثون بقى ودماغه بتودي وتجيب داخل، ويقول يا ترى بقى هو يقول للرجال القريبين منه ان في مختال وهيجيبوني هم ولا ايه؟ هو ما كانش ميدن يعمل شوشره بين صفوف الجنود بتوعه؟ انا مش فاهم اي حاجه. ولا هو مثلا ناوي انه يخلي موضوع المختال ده سر ويجي دلوقتي وين يحسب لي هو الكميات خانيه مش قبايه، انا لازم ارجع بيه، ولكن انا مش هينفع ان انا اتحدد الكميه من مجرد طلقه انا ضربتها عليها هو اتفداها. المهم بقى بنشوف إرثس وهو بيرجع الخيمه ودي مش مصدق، بيقول رجعت بسرعه يعني. فبيغير إرثس وبيقول له بقى قولوا لي انتوا بتعرفوا يعني البطل البشري الجديد؟ فبيرد عليه ايدين وبيقول له احنا بعتنا القائد الفريق الثاني علشان يعمل تحريات عن الموضوع ده. قضى كلامه هو ما قدرش يشوف وشه، ولكن البطل ده كان لابس خوذة ومفيش أي معلومات عنه غير إن هو ممتاز في المبارزة. وبنشوف إن وسط ما بيتكلموا كده المختال بيكون تطبقه ومستخبي في الموضوع الخيمة اللي هم فيه من فوق، بيكون مستغرب هو ليه مش بيقول القائد الثلجي بتاعته، وهو ليه يا ترى بيسأل عن كوريل. وبيكون قادب بوس في السائل بيصب كاس منه لأرز وبيقعد أرز علشان يشربه، ولكن ساعتها بيسمع صوت فبيبص ناحية الصوت ده وبيبقى مش عارف ده صوت ايه، وبنكتشف ان ده يبقى اللي يعمل هو المختال، وهو يعمل عن طريق رمي ستون هايك. وبعد يضحك كده وبيقول ده بيتخدع بصخرة عادي بسبب غبائه، فانا دلوقتي قدرت ان انا احط السم في المشروب بتاعه، والسم ديت بيكون قوي جدا لدرجة ان نقطة واحدة قادرة على انها تنهي حياة أرز. وبيحسب خلاص ان المشروب حرفيا على بقه، ولكن لشيء ما دخل جوه جسمه، وساعتها بيروح رامي أرز كده الكوبايه على الارض. وطبعا المختال بيترعب وبيبقى مش مصدق اللي بيحصل قوي، ويقول تبا هو اكتشف ازاي السم، مش معقول. وفي الحقيقه طبعا أرز ولا اكتشف السماعه ولا نيله، ولكن اللي حصل بقى يا عزيزي ان هو لقي حشره في الكوبايه، فطبعا بيبي ما يقرروها بيفرح رامي الكوبايه كده على الارض وبيقوم مكسرها. والله العظيم الواد ده عبيط وربنا سترها معاه، ومن هديه تمشي على حظ يا جدعان. يعني دلوقتي ما بقتش فاهم البطل ده قوي ولا مش قوي ولا شيطان ولا انسان ولا هو ماشي مش فاهم اي حاجه في اي حاجه. وسط ما كانس كده هيشوف بيقول لأرز بصراحه بقى في اخبار وحشه يا سيدي، دلوقتي في منتشر بين الجوي بتاعتنا وديت بيقلل من قوتنا ومش عارفين يعملوا فيه ايه. وفي اللحظه ديت بيروح بقى رامي أرز الكوبايه في الارض وبيقول أرز معلش ما كانش قصدي، انا كنت اريد ان انا هش الحشره فوقعت مني. ولكن في الوقت ديت بنكتشف ان المشروب المخلوط بالسم هو على الارض. طبعا بعد ما الكوبايه اتكسرت فاللي حصل بقى ان الارض ابتدت انها تسيح كده من قوه السم اللي كان في المشروب ده. وطبعا أرز وايدن كانوا متفاجئين من الموضوع واتعصب ايدن بشده، وطبعا أرز بيبقى خايف اصلا ومرعوب كالعاده، وبيبص ايدن حواليه وبيكتشف وجود دخيل، لكن المختال بيكون هربت بالفعل من هنا. وببتدي الشمس انها تشرق بعد الكلام ده، وبنشوف المختال وهو عمال بيجري بسرعه شديده كده ناحيه الامبراطوريه، وبيكون عايز ان يرجع الى القيادات اللي هناك باللي هو شافه ده. وبيقول الاشاعات اللي كانت عالمه على معنى السفر الفلكي ما كانتش هريه ولم تكن خطوه، لا دي مستوى كفاءه مش طبيعي، الشخص خطير جدا. وساعتها بقى بنرجع من تاني لاراضي الشياطين، وبيبالغ قائد الفلق الاول باللي حصل ده، وبيقول ازاي في حد ان هو يشتغل بينا كلنا ويستمتع ان هو يختال أرتوس ومحدش فينا مدام ولا يعرف. لو لبس الحدث بالتهرطس الجباري اللي رمى الكوبايه في اخر ثانيه كان زمانه دلوقتي في حته تانيه. وازاي شيء المختال وصل لدرجه ان هو كان قتل هيارتوس وبيتميز كل الفائل الاول. بيقولوا دلوقتي انتوا كلكم هتتبعوا في حاله انكم عرفتوش الشخص ده دخل هنا ازاي، اسرع وخرج ازاي، وعايزكم تلاقوه في اسرع وقت ممكن. وبيكون ايده عمال بيعتذر لأربوس تقول انا السبب، انا اللي ما خدتش بالي وحطيتش احتمال ان يكون في حادث اغتيال بيحاول ان هو يزيك. فبيرد عليه أرتوس بيقول انا واثق فيك وانا ما كنتش متوقع ان في حد يعدي منك شيء، ومعنى ان هو ده عدى منك يبقى احنا بنتعامل مع مختال من مستوى مختلف ومش مجرد شخص هاوي. وبيبقى كده أرتوس مرعوب وبيقول انا دلوقتي مش بواجه خطر من الشياطين ودات وبس،
لا كمان بواجه خطر من البشر اللي فاكريني شيطان وعايزيني نهائيا، وكمان في بشر فاكريني غادر وعايزين ينتقموا مني علشان قتلت البطل. المهم بقى بيرجع المختال من تاني للبطل وبيحكي لي كل اللي حصل، وبيقول له احنا وضعنا يبقى صعب جدا في الحرب ديت، وفي حالة بما تضمن الفلق الصفر في اننا نفوز ديت حاجة صعب جدا. وبيقعد يدرك البطل كده من واحد مساعد ليه في الكلام، وبيقول البطل احنا مع واحد من اقوى المختالين اللي عندنا، ولكن رجع مرعوب من اللي شافوه على اسم مساعد القائد الثلجي. وبيقول البطل دلوقتي احنا تأكدنا من قوة قائد الفلق الصفرة، فاحنا لازم ان احنا نخلي الثلج ديت ينتشر على قائد الفلق بأي طريقة ممكنة. فساعتها بقى الحقيقة بيرد على البطل واحد من قادة الجيش بيقول له انت قصدك على بطل الامبراطورية الثاني؟ فبيرد عليه البطل بيقول له بالظبط الله ينور عليك، ولكن احنا ما نعرفش هو فين ولا هو بيعمل ايه، فاحنا دلوقتي ما قدامناش حل ضد القوة الغشمة اللي اتكلمت عنها المختال ده، فاحنا لازم ان احنا نتراجع وننسحب. فبيرد عليه القائد وبيقول له في حالة اننا انسحبنا فكده هيبان اننا خايفين. فبيرد عليه البطل بيقول له ايوه مش مهم اننا نبان خايفين احسن ما انسحبها. وبيقول له في حالة اننا انسحبنا فكده هيبان اننا خايفين. فبيرد على البطل بيقول له ايوه ومش مهم اننا نبان خايفين احسن ما نسحبها كلنا، وفي الحالة دي يكفي لو في حد ما كملوه وقرر من يتابعوا ان هم يتابعونا في اللحظة ديت، اي من يقرب منكم يقتلوه. وبيؤمر البطل بالانسحاب وبيقول احنا هننسحب دلوقتي في اقرب وقت ممكن، واحنا مش هنخش حرب خسران علشان قطعة الارض ديت اللي ملهاش اي 30 لازمة. ولازم الشياطين يفهم اننا بننسحب مش مشهورة ولا حاجة، ولكن لا نحمل المعركة ملهاش أهمية بالنسبة لنا. وبيكون في فكرة كده في دماغ البطل وهي نتنوع ينسحبوا ولكن هيحتلوا حتة من عالم الشياطين. وساعتها بقى القائد اللي بيتكلم مع البطل بيقول له طيب أنا خلاص هقول للكل اللي تبعنا الإرشادات اللي انت قلتها ليا، ولكن الفكرة دلوقتي هنعمل ايه مع الإمبراطور ده؟ كان عايزنا ان احنا نروح ونحتل حتة الأرض اللي احنا رايحين نحتلها ديت علشان يستردها من الشياطين. اكتشف ان الحرب دي كملت فقط بسبب ان حتة الارض دي بقى يا عزيزي اللي بيتخانقوا عليها تبعت البشر وجات الشياطين واحتلتها، فالامبراطورية تريدها انها ترجع تاني الحتة ديت لأراضيها وتبقى تحت البشر. فطبعا دي مش هينفع الا بعد ما يتم دفعها بالقوة من جديد، وطبعا مش رايح ان هو يحتلها وعايز ان هو يروح ويحتل حتة ارض تانية من اراضي الشياطين، فتبقى واحدة بواحدة يعني. بيقول البطل احنا هنقول ان احنا مش لازم نمتد في ارضهم في الوقت الحاضر، وكفاية اللي احنا وصلنا الى النهاية ليه نهائيا، وحتة الارض ديت ملهاش اي لازمة المتوسطة دي، لو كانت كملت كده فديت كان معناها مات بشر كتير. وبيقول الابن تعبت كتير جدا على ما بيت اننا اوصل للمرتبة اللي انا فيها دي، ومش هضحي بسمعتنا علشان غلطة غبية زي اللي كان ممكن تحصل على دي كملت. وساعتها بقى بيرد عليه القائد اللي معاه وبيقول له طيب يا ابن الحلال ما نكمل، ده حتى قائد الصفر ديت حسب مصادرنا نادرا ما بيدخل في طقوس، يعني احنا خسرانين ايه؟ فساعتها وسط ما هم قاعدين بيفكروا كده بيجي واحد من البشر وبيقول لهم الحقوا جيش الشياطين بيكد على حربنا. ومش كده وبس، ديت اللي بيكون القوات هو قائد الفريق الصفر. الله عليك يا ابو بوز، فكرة قعدت تنبري فيها تقول ده مش بيجي كتير ومش بيحارب عده اهو، في الاخر دخل الحرب ورقصها كمان. وساعتها بقى البطل بيبقى متوتر جدا وبيقول تبا مفيش حاجة ماشية تبع الخطة بتاعتنا خالص. وساعتها بقى بنرجع للحرب وبيكون ازازة كاملة كده ودلوقتي هو سكراني واحد من اللي بيحارب ايروس، وفجأة كده اللي حصله انه ايده اتقطعت تماما، ولكن ايروس ما قتلوش. فبيكون الشخص ديت مرعوب تماما يقول شخص ديت حرفين ده بالشيطان، لان في الحقيقة مفيش أي شيطان عايش دلوقتي عنده كلمة ديت من الشر أبدا. شر مطلق ورعب مطلق، شيطانية خالصة. وهو بيكون شخصية مرعوب من إيريس جدا، وبيبقى رايد إن هو يهرب ولكن مش بيقدر، وبيقعد كده يبكي من كتر الرعب، وبيقول أنا لو مش هينفع إن أنا أهرب فأنا لازم إن أنا أحارب بكل ما أوتيت من قوة. علشان أحارب فأنا محتاج إن أنا أستجمع شجاعتي، وأنا مرعوب ومش عارف أعمل أي حاجة. وبيطلع ساعتها الشخص ديت سلاح كده وبيحاول ان هو حتى بيقرص ولكن بدون اي فايده، يده بتترعش من كتر الرعب. وبيفضل ساعتهم ان هو بيكون الشخص ده مرعوب جدا، ولكن في الوقت ده بتيجي تصله كامله قويه من بعيد وبتطير ايروس من مكانه تماما. ولا كزم كان شبعيه، فبيبتدي بقى ان هو ينزف، واللي بيبقى عمل كده البطل قرر فعلا ان هو ينزل للمعركه علشان يوقف ايروس عند حده. وبيقول البطل مقدم ان ايروس ديت اتقتله، ولكن إيروس بيكون لسه عايش، وده بسبب العقد اللي أخده من القائدة بتاعة الفيلق واللي بيحميه من موت محقق لمرة واحدة. وديت كانت المرهلة حل، لأن ديت من شدته فهيموت إيروس في لحظتها. وبيكون إيروس دلوقتي متعصب جدا من اللي حصل لإيروس ده،
وفضلت الراجل اللي كان إيروس هيقتله بيقع. أنا أخيرا دلوقتي بقى حي، أنا تم إنقاذي من البطل بذات نفسي، أنا هعيش من تاني. ولكن قبل ما يكمل الكلام الحماسي بتاعه ده بيتفلق الراجل ده نصين على إيد إيروس، وبيبقى الراجل مش مصدق وبيقول مش معقولة، إزاي يكون كده مات؟ وساعتها بقى بيقف إيروس كلام بيعتمد على البطل، بيقول أنت بقى البطل الجديد مش كده؟ سمعت أنت كتير إيروس. وساعتها البطل بيقول أنا حاسس إن أنا شفتك قبل كده وأنا أعرفك. فبيرد عليه إيروس وبيقول له إن في ناس كتير بتقول لي كده، وبيطلب إيروس من البطل إن هو يشيل الخوذة اللي لابسها في دماغه. ولكن البطل بيستغرب من الطلب وبيرفض، بيقول له أنت عبيط؟ أنت تريدني إن أنا أشيل الخوذة في نص القتال؟ استحالة. ولكن البطل بيقول هو الشيطان ده فيه حاجة مألوفة أنا مش عارفها، بس أنا أول مرة أشوف يا قائد الفيلق 0. فيا ترى أنا حاسس بالشعور ده وأنا أول مرة أشوفه في حياتي. وبتبتدي عزيز المعركة بينهم هما الاتنين، وبيكون إيروس كده بيندفع بالخنجر بتاعه عايز إن هو يخلص بيه على البطل. ولكن البطل بيلتفت الضربة في آخر ثانية، وبيبقى مش مصدق كمية السرعة الرهيبة اللي عند إيروس. بيقول مش معقول ده اختفى من قدامي في ثانية حرفيا. وبتكمل المعركة بينهم وبتبقى قوية بشكل جيد، وبيفضلوا ان هم يصدوا في عداد بعضهم بسرعه رهيبه نهائيا. ما في الاخر البطل بيعرف ان هو يطير الخنجر من ايد اراس، وساعتها بيستعد البطل لقتل اراس تماما. ولكن اللي بقى بيحصل يا عزيز ان اراس بيكون عامل كده حسابه وبيكون حاطط خنجر تاني مخبيه، بيطلعه في اخر ثانيه وبيصد بيه ضربه البطل. وبيكون البطل حس ان اراس بيتعصت الوقت وخبيث، بيستخدم كم قوته، بيكون مستغرب من الموضوع ده. ولكن البطل مش بيهتم وبيقول مش فركه كده، انا هستعمل كامل قوتي واخلص عليه. ولكن في الوقت ده اراس بيتراجع وبيقول بس كده كفايه علينا النهارده، انا لازم نرجع، احنا حققنا اللي احنا يريده، فريق الفيلق اتسع وانا رجعت الارض بتاعتنا وكلنا مبسوطين، ملهاش لازم ان احنا نكمل المعركه، يعتبر حصلنا، فانا هرجع. وطبعا البطل بيكون متعصب وبيطلع النار كده من وشه وشرارها، ولكن مش بيهتم على راس بالموضوع. بيكون الطالب عايز ان هو يكمل القتال، وهو شايف ان لو كمل في القتال هيبقى قادر على قتل الفيلق بكل سهوله. وساعتها لما بيلاقي بقى اراوس ان البطل لسه يريد يكمل المعركه، بيقول له ايه انت مش همك هو انك تساعد الناس اللي انت بتحميهم؟ والبطل اكيد بكل هدفه الحرب والقتل وخلاص، ولا الناس بقى صح. فساعتها بيبص البطل كده على الجيش الكبير وبيترك الكارثه اللي هم فيها، بيقرر فعلا ان لابد من الرجوع الى ورا. وساعتها بيتراجع البطل والجيش الامبراطوريه، هو تراجع اراوس مع جيش الشياطين، وبيكون الكل فرحان ان الحرب خلصت ما عدا قائد الفيلق الاول اللي بيبقى شايف ان الحرب دي كانت تكمل اكتر من كده، وبالتالي يعني وان كان ممكن يكسبوها بكل سهوله. ولكن مش عارف ليه اراوس وقف الحرب وكذا وما كملش القتال مع كون ان هم كانوا مكتسحين. فبيقول ان هو متاكد ان اراوس وقف الحرب لسبب ما انا مش عارفه، ولكن بالتاكيد هو ما وقفهاش كده لان هو يريد يوقف. وساعتها بيقرب أوروس من القائد الأول، والقائد بكل السهل يتكلم معاه، ولكن أوروس بيروح مغمى عليه كده وبيسند على لاعب الأول، وبيبقى أوروس تعبان بشدة وعمال بيتلوح. وساعتها القائد الأول بيفهم سبب سكوت أوروس في الوقت ده. ساجل هو كان كمل القتال بالوضع ديت فزمانه مات، بيجري عليه بتاعه هادي علشان يلحقه. وساعتها بقى لما بيدرك قائد الفيلق الأول سبب تعطل أوروس، بيزيد إعجابه بيه أكتر وبيبقى مؤكد إن هو فعلا رائد. بيقول ساعتها قائد الفيلق 0 يعتبر ظهر فجأة من العدم بقيادة الفيلق السابع عندنا. وقف الدكتور كلايمان بقى مجند جيش الشياطين، ولكن هو من أول ما دخل عندنا وأنا مش مطمن له، مع إنه في الأول والآخر بشري. ولكن بعد اللي عمله النهاردة ديت، وإنه يحارب حرب كبيرة زي دي معانا وما كانش بيتهاون للحظة وهو يعرف قدين ده، فساعتها أنا أدركت إن هو فعلا مش خاين. وساعتها القائد بيقول لأروس روح ارتاحي أيها الشيطان وأنا ههتم بكل العناية ليك. وديت أول مرة يقول له واحد شيطان ويعترف إنه كأنه مهما يحمي. بنشوف بعد كده برنيالا أعتقد الفيلق ال11 اللي ادت لأروس الختم اللي حماه من الموت، وساعتها بتعرف إن الختم اتكسر، وبتحس بإن أروس في كارثة كبيرة وإنه محتاج حد يساعده، فبتطلع تجري علشان تساعده، مع إن من المفروض يعني عاملة زي درع حصن القصر الملك علشان الوحوش الشيطانية ما تأثرش، ومع ذلك مش بتهتم وبتكمل في طريقها. وبيرجع أروس من تاني بقى وبيقابل ملك الشياطين، وساعتها ملك الشياطين بيبقى كله عارف اللي ساد نستخدمه، وبيبقى مبسوط بشدة جدا منه، وبيقول له أنا عارف إنك لعبت دور كبير جدا في المعركة اللي فاتت دي، ويقول له إيه رأيك بقى في قتل الأبطال في البطل؟ فساعتها أروس بيقول له أنا عندي حاجة لازم تعرفها جديدة عن البطل الجديد. فبيلاحظ الملك هالة أروس المتعطشة للقتل، ويقول من كده إن هو مستحيل يفشل ولكن ما قدرش. فساعتها بقى بيقول له طيب تعالى نتكلم جوه. الفيلق التاني جاب شوية معلومات عن البطل الجديد. المهم بقى بيدخلوا بيقعدوا سوا كده، وبيدي الملك لأروس كده ملف فيه كل حاجة تقريبا جمعوها عن البطل الجديد ده، وبيمسك أروس الورقة وبيقعد يقرأ شوية. ولكن فجأة أول ما بيبتدي إن هو يقرأ بيحس بحاجة غريبة وبيبقى مصدوم، يقول مش معقولة، أنا إيه اللي جابني هنا؟
أنا جيت هنا إمتى؟ أنا كنت آخر حاجة فاكرها إن أنا قاعدة في الخطوط الأمامية، فإزاي وصلت لهنا وإيه اللي حصل في النص؟ وفي الوقت ده عزيزي بتيجي يعدم الفايلك ال11 اللي ادت لأروس الختم اللي حماه من الموت، وساعتها بتعرف إن الختم اتكسر. طمن على أروس، وبيبتدي بقى يفوق أروس كده وبيدرك كل حاجة. ولما بيعرف إن القلادة اللي بتحميه من الموت انكسرت بيقول مش معقولة، يعني أنا كنت على حافة الموت والقلادة ديت لحقتني، وكمان كنت في الصفوف الأمامية وحاربت البطل، وكل ده يتحصل وأنا سكران ومش واعي بالدنيا. فساعتها بيمسك بقى أروس الورق من آني وبيقول لكن شوف إيه اللي مكتوب فيه. تجد إن الخط هو شخص يدعى كويل هارت. وبهيس أروس مش مصدق نفسه ومصدوم تماما، ويقول أروس أنا اسم ديت عمري ما هنساها، أنا كنت طول عمري بحب أخويا وعمري ما كنتش تريد الموضوع يوصل للمرحلة ديت. وتبقى في نظر عزيزي المشاهد إيه اللي هيحصل بعد كده، وهل فعلا البطل الحالي للبشرية هو أخو بطلنا أروس؟ ولو فعلا كده فإيه اللي هيحصل بعد كده في الأحداث اللي جاية؟ والبطلنا فعلا هيكمل الحرب ديت ولا كل ده وأكتر هنعرفه في الحلقات اللي جاية؟ ولكن كالعادة نريد نوصل للمقطع ده لأكبر عدد ممكن من اللايكات، وتصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.